اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن داتا تايب اسمها بول. انا عارف ان اسمها غريب شويه بس هي اختصار لكلمه بوليان. يعني ايه بوليان؟ يعني منطقي. دي الترجمه الحرفيه بتاعتها. لكن احنا بالنسبه في البرمجه هنتعامل مع داتا تايب اسمها بول. بالنسبه لكل الداتا تايبس اللي اتعاملنا معاهم قبل كده وليكن السترنج، فهي بتخزن اي بيانات نصيه. طيب بالنسبه للنم هي بتخزن اي بيانات رقميه. الانت اي بيانات يعني رقميه صحيحه، والدبل اي بيانات رقميه عشريه. لكن البول بتخزن حاجه واحده بس، يا صح يا غلط. يعني مثلا انا لو جيت قلت are you connected with internet، ده سؤال. السؤال ده اجابه بتاعته يا اما يس يا اما نو. فهنا الاجابه بتاعتنا يعني حاجه من الاتنين، يا صح يا غلط، اللي هي بقى عندنا في البرمجه اسمها true or false. فانا هنا دلوقتي بالنسبه لطيب التسميه، يعني انا لو جيت هنا بول وعايز هنا اسمي اسم واقول له true، احنا بنسمي الاسم هنا بناء على ايه؟ احنا اتفقنا مثلا ان هنا في السترنج بنسمي بناء على القيمه. يعني لو كان نيم فكنا بنقول ان هو نيم. بالنسبه للارقام كنا برضو بناء على القيمه، يعني الايدج، البرايس، فكان الريت، فكان على حسب اللي بنستخدمه. هنا بناء على ايه؟ هي الاجابه بتاعتها يا ترو يا فولس، فدايما الاسم هيكون هو يعني ثابت. فاحنا هنا بنعتمد التسمية على بناء على السؤال نفسه. يعني انا لو عايز اشوف مثلا النت بيحمل ولا لا، فهقول is loading مثال. فانا هنا بسأل هو connected ولا لا، فانا هقول is online. فممكن اكتب السؤال ده كله يعني يعبر عنه، بس طويلة جدا، فاحنا بنختصر برضو في التسمية علشان تكون واضحة وبسيطة. فانا لو جيت هنا عملت برنت للإز اونلاين، فهيجي يقول لي ان هي ترو. طب انا لو جيت هنا عملت لها فولس وجيت عملت لها برنت فبقت فولس. وبكده يكون خلصنا درسنا عن البول داتا تايب. ما تنساش تتابعني علشان الدروس الجاية، ولو في اي حاجة مش واضحة اكتب لي في الكومنتات. سلام.